بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. في البداية أحيي وأرحب بالسيدات والسادة الكرام ممثلي السلطات الإقليمية والمحلية، وعلى رأسها السيد عامل عملة إسكان أي فلول، والأمن الوطني والوقاية المدني والقوات المساعدة، وممثلي المصالح الخارجية. كما أحيي وأرحب بالسيدات والسادة أعضاء المجلس العمائلي للشارع الجهادية وممثلي الجسم الفني بالمدينة والمنابر الإعلامية التي تسهر على تغطية هذا الحدث الفني المتميز في نسخته الثانية. كما لا يفوتني أن أحيي وأرحب بالسادة أعضاء الإدارة الفنية والذين سيشرفون على تنظيم وتأطير هذه الدورة بشراكة مع جماعة الشارع الجهادية. أيها الحضور الكريم، بداية يشرفني أن أساهم بكلمة افتتاحية في هذا اللقاء الفني والثقافي الذي تحتضنه جماعة الشارع الجهادية في سياق تنزيل برنامجها الثقافي والفني والاجتماعي. وبهذه المناسبة تنظم جماعة الشارع الجهادية النسخة الثانية لأيام التشيرة الرمضانية للإبداع تحت شعار التشيرة فضاء إلهام للمبدعين، والذي يندرج في إطار رغبتنا في الحفاظ على الهوية والموروث الثقافي والفني للمدينة، وذلك باستثمار هذا الأخير في خلق دينامية اقتصادية واجتماعية وسياحية تعود بالنفع على الحياة العامة للساكنة، ونجعل منه أداة تواصلية فاعلة لتعزيز الحوار والتبادل الفكري والثقافي والحضاري بين مختلف الفئات على تنوع ثقافتها. هذا من جهة، ومن جهة أخرى نهدف من خلال برنامج هذه الدورة إلى زرع الحس الإبداعي لشباب المدينة، وكذا إشراك الفعاليات الفنية والثقافية في مشروع فني مبني على استمرار الموروث المحلي وخلق فرص للمبدعين الشباب لإبراز مواهبهم وبصم مكان داخل المشهد الفني والثقافي بالمدينة. وفي نفس الإطار، وإيمانا منا بمقاصد وأهداف التنشيط الثقافي والفني وما له من أثر إيجابي على مستوى الإشعاع والتدبير المحلي، يأتي انخراط جماعة الشارع الجهادية في تنظيم هذا الحدث الفني بعد النجاح الكبير الذي شهدته فعالية الدورة السابقة، والتي خلفت أصداء حسنة لدى الرأي العام. وبهذه المناسبة أود أن أهني القائمين على تنظيم هذه الدورة السابقة، وعلى رأسهم السيدة فاطمة بن الفقيه نائبة الرئيس المكلفة بقطاع الثقافة والرياضة، السيد هشام أبو العباس رئيس لجنة التنمية البشرية والشؤون الثقافية والرياضية وموظف في المصلحة الثقافية. كما أود أن أشكر الفنان رشيد أسلال والطاقم الفني الذي يشتغل معه على حسن إشراف هذا الحدث الفني البارز. دورة هذه السنة ستعرف فقرات متميزة ستشكل إضافة نوعية، ومن أبرزها مسابقة تجويد القرآن لفائدة الفئة العمرية المتراوحة ما بين 10 إلى 25 سنة، وأنشطة أخرى ستبقي بحول الله استحسانا ساكنة المدينة وزوارها. ومن هذا المنطلق أدعو اللجنة المنظمة الحالية إلى بذل المزيد من الجهود في سبيل تقديم عروض ثقافية وفنية تستجيب للتطلعات. وفي ختام كلمتي لا يسعني سوى أن أتوجه بالشكر لجميع المتدخلين في مجلس جماعة وسلطات إقليمية ومحلية ومصالح خارجية واللجنة المنظمة، ولجميع الفعاليات الجمعوية بالمدينة، ونتمنى لفعاليات هذه الدورة كامل النجاح والتوفيق. وفقنا الله لما يحبه ويرضاه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.